والله كشلون اللفو. اقول لك صدق التلف ولا ابن ولايه؟ هذه واحده من اقبح واخطر المصطلحات عند الشعب العراقي، هسه انا اقول لك ليش خطره وقبيحه، بس اول شيء خلينا نحاول نفككها حتى نفهم معناها. راح احكي عن نسبه معينه وهي كبيره جدا بس مو الكل. ابن البصره من يشوف واحد من العماره لو من الناصريه ساكن بالبصره يسميه لفو، ولا يستحق ان يتواجد على ارض البصره المقدسه، وبس يشوف واحد مسوي غلط او ذاب زباله بالشارع يقول اهل البصره ما يسوون هيك، هذول كلهم لفو، على اساس يعني اهل البصره مشمولين بايه التطهير. اما ابن كربلاء او ابن النجف فقد ذهب ابعد من ذلك بقليل، فهو يعتقد انه من الظلم والغبن إذا تساوى بالحقوق مع مواطن آخر من البصرة مثلا، اللي هنا هو راح يكون لفو، فتلقاه ممتعض إذا واحد من البصرة أو من العمارة محصل شغل بكربلاء، لأنه يعتبر نفسه أحق بهذه الوظيفة، وكأن الوظائف تعطى على أساس الجغرافيا مو على أساس المؤهلات والكفاءة. ابن العمارة ليس استثناء من هذه المسألة. شوف السوامرة أبا عن جد بالعمارة، ومن يحكي يقول لك إي خوش ناس وخوش أوادم بس هم سوامرة، في إشارة منه على أنه هم مو عمارة أصل. أما ابن بغداد فالوضع شوية مختلف يمه، لأنه يرى نفسه أعلى شأنا من الآخرين. تعالوا خلينا نشوف ليش، أكيد عنده سبب مقنع. السبب مالته لأن هو مولود ببغداد. اي والله ودعتك بس هاي. ما يسميهم لفو، لا عنده مفردة ثانية يسميهم شروقية، في إشارة منه إلى أبناء الوسط والجنوب. ومن يحكي يقول لك أو خربة بغداد كليتها شروقية. حبيبي أنت عيوني تاج راسي، بس اسمح لي دا أسألك سؤال، هي بغداد مال باب ولا مسجلة باسم جده؟ بغداد عاصمة العراق يعني لكل العراقيين. أما الأكراد لا، هذول مصدقين روحهم، عبالهم هم دولة بوحدهم، ومن انقطعت الرواتب عليهم 3 أشهر قبل فترة تيقنوا أنهم جزء لا يتجزأ من العراق. أنا ليش ضد هذه المفردة؟ يعني احنا نحارب الطائفية لأنها تدعو للتفرقة بين الناس، وإذا بينا نلقى نفسنا أمام شيء أخطر وهو المناطقية. تكلمت هذيك المرة بهذين المقاطع عن ما هو الفرق بين المثقف والمعيدي. اللي يفكر بهذه السطحية بغض النظر هو من أي محافظة فهو معيدي. المشكلة تدرون وين؟ المشكلة أن هذه المفردة أصبحت متجذرة وراسخة ليس فقط عند الشعب بل في عقلية المسؤول الحكومي أيضا. قبل تقريبا سنة شفت مقطع فيديو المسؤول بالبصرة يقول لي أنت من العمارة ايش جابك هنا؟ وهذا مقطع فيديو المحافظ النجف يحكي ويا الرجال يقول له أنت أصلك منين؟ الرجال خوش جواب، قال له عراقي. يعني شنو منين؟ رجع يقول له يدري عراقي من يا محافظة، فيقول له من الديوانية. يرجع يجاوب المحافظ يقول له وش عندك يمنا حج؟ عجيب، شنو هندي باكستاني جايك طالب لجوء يمك؟ شنوش عندك يمنا؟ بالمناسبة على حد علمي هذه الظاهرة بس بالعراق موجودة. أنا صار لي 20 سنة طالع من العراق ومسافر كل هواي دول، ماكو هيك شيء. يعني مستحيل تلقى واحد من روما يعير أو يستنقص من واحد يقول له والله أنت لفو من نابولي، أو واحد من لندن يستنقص من واحد يقول له أنت لفو من مانشستر مو بنولاية. ماكو هيك شيء. وراح يجيني هذا اللي يقول لي ترى ذولا كلهم مشاكل ومو اوادم. شوف حبيبي، هذا مو مبرر للتعميم او الانتقاص من مواطن اخر بس لانه ما مولود بمحافظتك ومحافظتك ما مسجله باسمه. ثانيا اكو هواي ناس تنتقل لاسباب عمل او زواج او غير امور، لذلك هاي الحجه باطله. ان اكرمكم عند الله شنو؟ ما قال من البصره ولا قال من كربلاء ولا قال من بغداد، قال اتقاكم. واكو ناس خارج الحدود قاعد تعمل بشكل دؤوب لزرع التفرقه بيننا باي شكل من الاشكال، وانتم بكيفكم بعد. وسلامتكم.